السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد من مامي كرافتس. فيديو النهاردة فيديو سريع كده وخفيف، هنفصل شوية من المقاسات وجداول المقاسات والكلام ده ونعمل حاجة كده خفيفة سريعة هنطبق فيها برضو على الغرز الأساسية اللي احنا اخدناها، كل ده بالغرز الأساسية. بس هنعمل التلبيسة دي لأي برطمان أو أي مج أو أي علبة معدن عندنا. انا عاملاهم بالعلب المعدن، استخداماتها كتير جدا، ممكن بنحطها على المكتب ونحط فيها الاقلام، او ممكن بنحط فيها الابر بتاعتنا، بنستخدمها لو عملنا باشكال مختلفه، ممكن تبقى فازه. اتمنى ان شاء الله الفكره تعجبكم، انا متاكده انها تعجبكم وان شاء الله ويبقى ادمانكم زي ما هو ادماني بالظبط، ان الواحد عايز يغطي كل حاجه بالكروشيه. واي بواقي خيوط عندي دايما بستغلها في حاجات من دي، ما تتخيلوش بتدي ازاي شكل وروح مختلفه للمكان. فيلا بينا على طول نروح ونشوف هننفذهم ازاي. اول حاجه خلينا نبدا بالشكل الاول، وهنشتغل فيه بغرزه العمود بلفه، وكمان هنفتكر فيه قاعده التزايد في الدايره لان هنعمله بشكل دائري. هنبدا بالقاعده تكون دائريه. الخيوط انا هستخدم خيوط كوتون جولد، خيوط قطن يعني. طبعا اي خيوط متاحه عندنا، قطن على صوف، صوف بس، قطن بس، لون واحد، الوان مختلفه، يعني اي حاجه احنا بنشتغل بيها عادي مش هنقف يعني. هستخدم مع خيوط الكوتون جولد ابره 3.5 مليمتر. هنبدأ أول حاجة بالدايرة السحرية. لو عايزين فيديو مفصل عن طرق الدايرة السحرية إن شاء الله سيبهولكوا في الديسكريبشن بوكس. طبعا السلسلة اللي احنا بنقفل بيها الدايرة السحرية دي مش بنعدها معانا ولا بنعتبرها أي حاجة خالص، احنا بس بنقفل بيها الدايرة. بعد كده نشتغل 2 سلسلة، 1 2، وهنبتدي نشتغل جوه الدايرة اللي احنا عملناها 12 عمود بلفة. هدخل جوه الدايرة، خيط البداية ده، الخيط القصير ده هاخده معايا اشتغل فوقه، عشان بعد كده لما اجي اشده عشان اقفل الدايرة تقفل معايا مظبوط. هدخل جوه الدايرة واشتغل عمود بلفة، اخد الخيط واطلع من اول حلقتين، وارجع اخد الخيط واطلع من تاني حلقتين. برضو هتلاقوا فيديو العمود بلفة عشان في شرح مفصل اكتر تحت في الديسكريبشن بوكس. هناخد لفة خيط على الابرة وندخل في الدايرة السحرية، ناخد الخيط ونطلع، هنلاقي عندنا على الابرة 3 حلقات، ناخد الخيط ونطلع من اول حلقتين بس، نرجع ناخد الخيط تاني ونطلع من تاني حلقتين. هنكمل جوه الدايرة بنفس الطريقة 12 عمود بلفة. بعد ما اشتغلنا جوه الدايرة 12 عمود بلفة، هسحب خيط البداية ده، هشده كده بالشكل ده عشان اقفل الدايرة بتاعتي بالشكل ده، وهبتدي ادخل في اول عمود بلفة انا اشتغلته. دول السلسلتين اللي انا اشتغلتهم في الاول، وهلاقي الاول عمود بلفة جنبهم على طول هدخل فيه كده واشتغل منزلقة. ابتدي بقى ارتفع للسطر اللي بعده. قاعدة التزايد في الدايرة بتقول ان السطر التاني كله تزايد، يعني هشتغل فوق كل عمود بلفة 2 عمود بلفة، هرتفع 2 سلسلة، وهبدأ اخش في اول عمود بلفة اللي انا ارتفعت منه ده على طول، واشتغل 2 عمود بلفة، 1 2. هدخل في العمود اللي بعده واشتغل برضو 2 عمود بلفة في نفس العمود. العمود اللي بعده هشتغل 2 عمود بلفة في نفس العمود بالشكل ده، هشتغل فوق كل عمود 2 عمود بلفة، والمفروض في نهاية الدور هيكون معايا 24 عمود بلفة. وصلت لحد اخر عمود، وقبل ما اقفل بمنزلقة اتأكد ان العدد صح عشان اعرف ماشية صح ولا ايه. 1 2 3 4 24. تمام، معايا 24 عمود بلفة. واتفقنا قبل كده في الفيديو قاعدة التزايد في الدايرة، برضه هسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس، ان ده مش عمود، دي المنزلقة اللي انا قفلت بيها العمود اللي قبله، فمش هشتغل فيها. وهرجع اخش في اول عمود بلفة اشتغلته في الدور واقفل بمنزلقة. وده شكل الدايرة بعد السطر التاني. يلا نرتفع للسطر التالت، ارتفع سلسلتين،
قاعدة التزايد في الدايرة. السطر الثالث بيكون غرزة فردي وغرزة تزايد. هندخل في اول عمود بلفة ونشتغل فوقه عمود واحد بس. هدخل في العمود اللي بعده واشتغل 2 عمود. العمود اللي بعده هشتغل 1. العمود اللي بعده هشتغل 2. كده معايا بالشكل ده 1 2 1 2. هكمل لحد اخر السطر. وصلنا لنهاية السطر الثالث، والسطر الثالث خلص معانا على 36 غرزة. هندخل في اول عمود بلفة ونشتغل منزلقة. هنطلع للسطر الرابع، هنشتغل 2 سلسلة، وهنبدأ السطر الرابع التزايد. قاعدة التزايد في الدايرة بتقول اني بشتغل 1 1 تزايد او فردي فردي تزايد. يعني اول عمود هدخل فيه واشتغل عمود بلفة 1. العمود اللي بعده هشتغل عمود بلفة 1. تالت عمود هشتغل فيه 2 عمود بلفة. العمود اللي بعده هشتغل عمود بلفة 1. اللي بعده عمود بلفة 1. سادس عمود هشتغل فيه 2 عمود بلفة في نفس العمود، وهكمل باقي السطر بنفس الطريقة. 1 1 تزايد 1 1 تزايد. كده انا وصلت لنهاية السطر الرابع، والسطر الرابع قفل معانا على 48 غرزة. هندخل في اول عمود بلفة ونشتغل منزلقة. بعد كده نرتفع سلسلتين. احنا كده خلاص وصلنا للمقاس المناسب للقاعدة، فهنبتدي بعد كده السطور هتبقى سطور ثبات، وهنبدأ بقى ندخل الالوان. فهنشتغل اول سطر سطر ثبات عادي. يعني ايه سطر ثبات؟ يعني فوق كل عمود بلفة عمود بلفة 1 بدون اي تزايدات خالص كده. يعني المفروض بقى انه طول الادوار بيبقى معايا كل دور 48 عمود بلفة. كده احنا وصلنا لنهاية السطر. اول سطر ثبات نشتغله زي ما احنا شايفين. السطر بتاعي بدأ ياخد شكل ايه الارتفاع كده، لان طبعا اشتغلت ثبات ما عملتش اي تزايد، وهتبقى هي دي القاعدة بتاعتنا كده من تحت. هنبتدي بقى عايزين ندخل الالوان. المفروض هدخل في اول عمود عشان اقفل بمنزلقة. اول ما اجي اقفل المنزلقة بتاعتي مش هقفلها من نفس الخيط، هقفلها من الخيط الجديد اللي انا عايزة اضيفه. اخر سحبة هسحبها قبل ما اقفل المنزلقة بتاعتي، هسحبها من اللون الجديد اللي هو انا هضيف الاصفر. ابتدي اخد الخيط كده واقفل بمنزلقة بالشكل ده. كده خلاص انا ضفت الخيط الجديد. القديم اللي هو البينك ده هقصه خلاص، وهبتدي اربط طرف الاصفر مع طرف البينك ربطتين بسيطة كده على ورا عشان اكون ثبتهم كويس. وهاخد الطرفين دول معايا وانا بشتغل 2 سلسلة، وفوق كل عمود عمود بلفة كده. هاخد الطرفين دول معايا عشان اكون نضفت الخيوط بالمرة وانا بشتغل، وهبتدي اشتغل عمود بلفة عادي خالص. كده وصلنا لنهاية السطر اللي عملناه باللون الاصفر. انا هعمل كل سطرين بلون، يعني اغير اللون كل سطرين. فاقفل بمنزلقة وارتفع سلسلتين، وابتدي برضو اكمل بنفس الطريقة عمود بلفة فوق كل عمود بلفة. وصلت لاخر عمود بلفة في اللون الاصفر. هبتدي ادخل لون تاني. هدخل في اول عمود بلفة اشتغلته، واخر سحبة خيط من المنزلقة عشان اقفل المنزلقة هسحبها من اللون اللي بعده. ندخل البيبي بلو بالشكل ده.
وهقص اللون الاصفر، اربط برضو زي ما عملنا قبل كده. هرتفع 2 سلسلة، انا هفضل ابدل في الالوان كده كل سطرين زي ما اتفقنا، وهوريكم ان شاء الله شكلها النهائي. هنشتغل اخر عمود بلفة، وطبعا انا وصلت للمقاس المناسب للعلبة. هدخل في اول عمود بلفة اشتغلته واشتغل منزلقة. بندخل العلبة كده خلاص، هي زي ما انتم شايفين كده مقاسها مظبوط. اخر سطر بنشتغله منزلقة داير ما يدور بس واحنا حاطينها على العلبة. بشتغل منزلقة في اخر سطر علشان السطر اللي فوق ده يلم معايا شوية ويبقى متماسك اكتر. شوف كل عمود بلفة عادي ونشتغل منزلقة بالشكل ده. لو معايا الشكل اخد كده بدأ يلم وايه وادى شكل كده من فوق، هيكون شكل مظبوط اكتر. وصلت هنا لاخر عمود بلفة هشتغل فيه منزلقة بالشكل ده، وهدخل في اول منزلقة اشتغلتها واشتغل برضو منزلقة عشان الشكل يظبط. بعد كده هعمل سلسلة وهفصل الخيط بتاعي بالشكل ده، وده بيكون الشكل الاول معانا. نقدر نضيف اكسسوارز او اي حاجة حابينها. يلا على طول نروح ونشوف الشكل التاني هنعمله ازاي. ودلوقتي هنبدأ مع الشكل التاني. برضو عندي بواقي خيوط هعملها منه، هستخدم لونين الازرق والرصاصي. الشكل التاني ده هنعمله بغرزة الحشو. نبدأ برضو بشكل دائري او بدايرة، هنعمل الدايرة السحرية وهنبتدي نرتفع سلسلة وهنشتغل داخل الدايرة السحرية 6 غرز حشو. 1 2 هشد طرف الخيط عشان اقفل الدايرة بتاعتي بالشكل ده، وهبتدي ادخل في اول حشو اشتغلتها واشتغل منزلقة بالشكل ده. السطر الاول معايا، هبتدي السطر التاني كله تزايد، يعني هرتفع سلسلة وادخل فوق كل حشو واشتغل 2 حشو في نفس الغرزة. السطر التاني هيقفل معايا على 12 غرزة لاني بادئة ب6 غرز. كده خلصت السطر التاني، هدخل في اول حشو اشتغلتها واعمل منزلقة عشان اقفل الدور. بعد كده هنرتفع للسطر التالت، نشتغل سلسلة، والسطر التالت بيكون غرزة فردي وغرزة تزايد، يعني هشتغل فوق غرزة واحدة والغرزة اللي بعدها هشتغل فيها 2 بالشكل ده. 1 2 1 2. كده وصلت لنهاية السطر التالت. هدخل في اول حشو في السطر واعمل منزلقة وهتنقل للسطر الرابع، هرتفع سلسلة، والسطر الرابع بيكون 1 تزايد، يعني بشتغل في غرزتين فوق كل غرزة والغرزة اللي بعدهم بشتغل فوقها 2. ونكمل باقي السطر بنفس الطريقة. وصلنا لنهاية السطر الرابع، هندخل في اول حشو ونشتغل منزلقة بالشكل ده، هنرتفع سلسلة، والسطر الخامس هنشتغل اول 3 غرز فردي وفي الغرزة الرابعة تزايد، وهكذا. اول غرزة اشتغل فيها 1 حشو، التانية 1 حشو، التالتة
واحدة حشو، ورابع حشو هشتغل فيها 2 حشو، وهكذا لحد اخر السطر. 3 فردي والرابعة تزايد. وصلت لنهاية السطر الخامس، هدخل في اول حشو واشتغل منزلقة، وهفضل ماشية حسب قاعدة التزايد في الدايرة اللي هتلاقوا الفيديو بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس. في الفيديو برضو الجدول بتاع المفروض كل سطر يكون معايا كام من التزايدات. لو انا بادئه ب6 في السطر الاول، هفضل اشتغل حسب قاعدة التزايد في الدايرة لحد ما الدايرة توصل معايا لحجم البرطمان او العلبة المعدن اللي عندي. انا هشتغل كمان ممكن حوالي 3 سطور، وهرجع اقول لكم الدايرة خدت مني قد ايه. ورجعنا تاني بعد ما ارتفعنا شوية بالسطور كده في الدايرة لحد ما بقيت مقاس العلبة خلاص. هنبتدي بعد كده زي فكرة الدايرة الاولى بالظبط. بعد كده السطور هنشتغلها ثبات، يعني فوق كل حشو حشو واحدة هنرتفع سلسلة، ونبدأ نخش في كل حشو ونشتغل حشو بس واحدة بدون اي تزايدات، عشان نبدأ نرتفع بالسطور على القطعة المعدنية بقى بالطول كده. ارتفع بالسطور لحد حوالي تلت بس المقاس بتاعي، يعني لحد هنا كده. وبعد كده اللون التاني ده هنكمله باللون الرصاصي. سطور ثبات عادي خالص. اقول لكم انا ارتفعت بالدايرة كام سطر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. انا ارتفعت بالدايرة 8 سطور. انا ارتفعت بالسطور باللون الازرق زي ما قلت لكم بتلت المسافة، وكملت الباقي بالرصاصي. وبدأت برضو ان السطر الاخير هنعمله منزلقة زي ما عملنا في الشكل الاول. خلينا ندخل العلبة جواها. الشكل ده، وهنبدأ منزلقة داير ما يدور حوالين الغرز بنفس الطريقة. عملنا منزلقة داير ما يدور وقفلنا برضو بسلسلة. هنبتدي بقى عاوزين نعمل الشكل اللي عليها. هنبدأ اول حاجة عايزين نعمل العينين هنعملها باللون الابيض. والعينين هتبقى عبارة عن دايرتين عاديين خالص، نقدر ننفذها بحشو ونقدر ننفذها بعمود بلفة. خلينا نعملها عمود بلفة عشان تخلص اسرع. هندخل جوه الدايرة ونعمل 12 عمود بلفة. عملنا جوه الدايرة 12 عمود بلفة، وهنقفلهم بمنزلقة. هنرتفع 2 سلسلة ونشتغل كمان دور اللي هو بيبقى كله تزايد في كل الغرز. فوق كل عمود بلفة 2 عمود بلفة. بكده نكون خلصنا السطر التاني، وهي تبقى كده تمام. عشان نعمل الرموش بتاعتها نحتاج خيط اسود هنحطه في ابرة التنظيف، وهنبدأ كده نمشي على الدايرة اللي جوه دي بحيث ان احنا نعمل قوس كده او نص دايرة. هنعمل كمان واحدة زيها بالظبط. كده عملنا الدايرتين بتوع العينين. هنحتاج كمان دايرة بس تكون دور واحد بس، اللي هو دايرة سحرية وجواها 12 نص عمود للأنف بتاعتها. نعملها، انا هعملها باللون الاورنج. كده نكون خلصنا العينين والانف. في اضافة كمان عايزين نضيفها على الجزء الازرق اللي تحت باللون الاخضر ده. هندخله في ابرة التنظيف عادي، وهنبتدي نشتغل كده زي سبعات كده. طبعا كان ممكن نعمل الجزء ده واحنا لسه قبل ما ندخل اللون الرصاصي، يعني وهي لسه صغيرة هتكون اسهل.
خلاص بقى ده شكلها النهائي. وهنضيف عليها العينين والأنف كده او المنقار بتاعها، ونثبتهم بمسدس الشمع عادي جدا. رجعنا تاني بعد ما ضفنا العينين والمنقار، وعملت كمان الخيوط دي كأنها شعرها كده. نكون خلصنا الشكل التاني. كمان نكون خلصنا فيديو النهاردة وعملنا الشكلين دول. اتمنى ان شاء الله الشرح يكون واضح ويكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس رأيكم وانه شكل عجبكم اكتر، ولو حابين ان احنا نقدم كتير من الافكار دي يا ريت برضو تقولوا لي في الكومنتس لو عايزين من نوعية الفيديوهات دي اكتر. واستنوا فيديوهاتنا الجديدة واستنونا وتابعونا.